البراج هذا راهو تأسس في 67 ونهار القوة نتاع ربي ما تخلي حد شيء. ونحن منطقة نتاع عهد الهواري فلاحة مهزوزة، فلاحة على الرشيف يجبد الثورة الزراعية منطقة فلاحية. هذه اللي جات هذه نتكلموا على البراج الأول العنصر اللي تربط باش الفلاحين يلقوا كيفاش يعيشوا. الدولة الجزائرية كانت تدي منا في البطاطا والدلاع والطماطم والفلفل منا من اللي جات. اليوم راه غار الماء وراح البراج كل شف هانتنا. هاي السبحة الناس راهي قاعد تنس قليل، حتى اللي يحفر بير كان يحفر فيه على 4-5 متر، درك رانا نضربه 150 متر وما كانش. هنقذونا الدولة الجزائرية الحنانة تنقذنا. خدمته البلدية تاع الشريف بالنسبة من ثم من هنا يورد حتى لا يروح تحت العنصر لتحت. بلادنا فيها الخير ونحن المواطنين محتاجين نخدموا. الشر يقتل فينا والخيرات في بلادنا كاينه. بالنسبه للبرج هذا اذا كان حييتوها المنطقه هذه امالها كلها تعيش. كان الطاهر اماكن تاع المجاهدين والثوار لهنا. الثوره كانت الجزائريه، ولهذا نطالب الدوله دعمنا بحفر الابار باسترجاع الماء تاع البراج هذا فيما يخص حفر الابار ارتوازيه على مستوى المنطقه هذه. احنا ماذا بين مش غير البراج برك، ديروا لنا ابار ارتوازيه. بلديه ليجان تمتاز لانها منطقه فلاحيه ورعويه بامتياز، تحتاج الى هذا الجسر المائي الذي من شانه ان يحافظ على الفلاحه في المنطقه باكملها. الفلاحه انه ما تنضفرش، لأن المواطنين لما ما يلقاش الماء من اجل باش يخدم الفلاحه تاعو راح يغادر المكان هذا. نتمنى من السلطات المعنيه انه تنظر لهذا الجسر بعين الاعتبار، لانه يعتبر مائده مائيه جيده لبلديه ليجان.